أعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع أحمد عيد لمدة 3 مواسم ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصفقة خلال الساعات الماضية. وشهد اليوم الأول للاعب مع الفريق مشاركته في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم ضمن استعدادات الأهلي لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويواصل المارد الأحمر تحضيراته بقوة للمباراة المرتقبة أمام بطل تنزانيا، والتي تقام يوم الجمعة الموافق 23 من يناير على ملعب برج العرب، بحضور جماهيري يصل إلى 30,000 مشجع، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويا مع يانغ أفريكانز صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الجيش الملكي المغربي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويحتل شبيبة القبائل الجزائري المركز الرابع بنفس الرصيد. وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على شبيبة القبائل، قبل أن يتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام الجيش الملكي المغربي خارج ملعبه، ليواصل سعيه نحو حسم التأهل مبكرا إلى الدور التالي.